اكتب وصيتك قبل ما تموت. الله تعالى في القرآن يؤكد على وجوب كتابة الوصية. شلون؟ في سورة البقرة قال: بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لازم يكتب وصية بها خير للوالدين والأقربين، يعني هاي الوصية يكتبها وينطيها للي يثق بيهم من والديه أو أقربينه. شوف بعد ذلك شو يقول سبحان الله: فمن بدله بعدما سمعه، يعني يبدل الوصية. مثلا الأب أو الشخص الموصي كاتب إنه يابا هذا الشيء اللي هو يعود إلي انطوا لي فلان بعد مماتي، هو يبدلها يقول لا هذا الشيء إلي. يقول القرآن: فإنما إثمه على الذين يبدلونه لأن الله سميع عليم. وبين ما جاي أقرأ استوقفتني في كلمة صعبة ووايد سألوني عنها. بسم الله الرحمن الرحيم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. موص جنفا أو إثما، هاي الكلمات غريبة بالقرآن، صعبة يعني، بس على كيفك شوية وياي راح أوضح لك معناها. احنا كنا نسولف بالوصية انه الميت يريد يموت، فمن خاف من موص، من موصي يعني جنفا، يعني ان يوصي وصية بظلم ولكن بدون ما يدري، يعني سهوا منه، او اثما يعني بكلا الحالتين بدون ما يدري او عمدا هو ويدري، او هذا الشخص قام باصلاح الوصية يعني عدلها، وزع الورثة بالتساوي وبالعدالة، يقول فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومما يستحب أنه يوميا قبل ما تنام تكتب وصيتك وتتركها أسفل الوسادة، ضروري، لأن الأعمار بيد الله وآجالنا قصيرة. هسه أريد منك